ايه يا صحفي؟ نعم. يلا لشوف. ميل شنطايتك وامشي ونفذ التار تبعك. ورشا رح توصلك على الضيعة. يلا روح روح وقت له للدكتور. وحياتك لا قلت وحياتك. يلا امشي لحقني لشوف. برافو عليك. رشا الدواء تبعي. يلا وهلا صارت ساعات الأنسة والدكتور معدودة معدودة. ما عندي شي خرج هيك مناسبة. انت هلا بضيعة، التياب مالها كثير مهمة. بس زينب يمكن تدقق، وبعدين لا تنسي أنا العريس. معك حق. ماشي حاله هالقميص بس مجعلك. اعطيني اياه انا بكوي لك اياه. شكرا كتير، عن جد ما في منك. خديجة تعي عدي شوي بنتي تعي. ما في داعي لللف والدوران، لازم نجوزك سلفك فرهاد وبأقرب وقت. ليش بصير هالشي؟ يعني هذا أخوه لزوجي وأنا بعتبره مثل أخي. العادات هيك بتقول. بكرة بتضبي البيت ومنروح كلياتنا سوا، ماشي؟ يا أمي شو بدي ساوي هلا؟ أنا بعرف عن جد يضرب هالعمر. وبعدين إذا لازمك شي تاني قولي لي. فورا. كان بدي تجيب لي معك دخان. يلا مو مشكلة المرة الجاية. ايه ماشي. ايه خلص فهمت عليك. ما فينا شو بدي اعمل يعني وقت تشوفي ليكي جبت لك شوية ثياب. خير ما عملت. احكي إذا بدك شي تاني. لا ما بدي. ابني ليش بدهم يحبسوني؟ اجباري رح تنحبسي لمين ما يحولوكي على المحكمة. يلا الله يكون بعونك. اسمك سناء ما؟ شو هيك صرتي عم توقفي ضد التنظيم؟ انت كيف بتعطي اكل لموقوفة ضد التنظيم؟ خلص والله ما عاد عيدة بوعدك. تنظيم بعتلنا كتب جديدة. ايه بعرف، وبس يجوا البقايا وزعوهم ليقروهم. اخذت جزاء منيح وما عاد تفكر توقف ضد التنظيم حتى لو على جثتها. خدوها من هون وما تعطوها اكل لتحط عقلها براسها. يلا فوتوا فوتوا لشوف. يلا ها شبكي ايه خلص همنا. هي بعتها عمر آغا. حضروا لي حالكم، اليوم رح نستقبل خاينة. انت بتأمر يا آغا. الله يفك أسرك يا خالي. الله يرضى عليك يا بنتي.
السلام عليكم. تفضلي لهون. شكرا يا بنتي. هذا المحل له صاحبته. انت موقوفة. ايه بعرف يا بنتي، لكن انا شو عم ساوي هون؟ قصدي موقوفة عند التنظيم. يلا يلا لشوف كل واحد خذ هات دكتور. اهلا وسهلا دكتور. يلا خلينا نروح دكتور. اليوم ما بتقول له دكتور، اليوم لازم تقول له صهر. وشو هدول؟ على اساس بس حتجيب ورد. دكتور ان شاء الله، يعني من وين بدي اجيب لك ورد من هالضيعه؟ دكتور عنا هيك، يعني هيك العادات، ناخذ راحه وشويه اكل بدال الورد. اي والله يا دكتور، لان هيك العادات عنا. بعدين شايفها بدك تاخده معك، لازم اول ما تفوت تعطيه للعروس، واذا بدك فيك تسميه ورد. لا تواخذوني، ما بعرف عاداتكم، مشان هيك ساعدوني. طبعا طبعا، ولو نحن اللي بنساعدك. طيب وهدول ليش؟ هيك عادات مشان اهل العروس يقدموا ضيافه للمعازيم. العريس ما لازم يفوت وما يكون حامل بايديه شيء. خلص انت ولا يهمك، طمن. خلونا نمشي بقى. اي يلا شرف. لحظه شو عم تعمل؟ لك شو عم تساوي؟ عن جد خجلتوني. خلص يا جماعه خجلتوني كثير. يلا تفضل بسرعه. شو ديالا مالك جاي؟ لا رح ابقى هون. معقول تتركيني لحالي بهاليوم؟ ان شاء الله كل ايامكم هيك، بس معلش خليني اليوم ضل هون. ديالا انت بكيانه؟ ايه شوي، بس هدول دموع الفرحه الك ولزينب. ان شاء الله بنفرح فيكي. يلا يا دكتور، يلا بلاش بكون. شو هو ما عاد يستنى، يلا بسرعه. يلا بخاطرك. يلا يا جماعه جينا. يلا يلا مالك شايفه؟ تفضل يلا. شو بهون هدول؟ شو عم بيصير؟ كأنه في عيد. دكتور بده يطلب ايدها لزينب. اماني بابا. ضيعة على الجبل مشان التار، وانا رحت مشان انقذها. هذا اللي صار، والناس اللي ذكرتيهم ما بعرفهم ابدا. ايش وشايفتينا اغبياء؟ احكي كل شي صار وبالتفصيل مشان تلفتي، ماشي؟ يا بنتي انتوا اكيد غلطانين. هذا اللي صار معي، عملت كل هالشي كرمال بنتي وما جبت سيرة حدا. حاجتك كذب. ليكي ما إلك اكل لحتى تحكي الصراحة، فهمتي؟ رجعي الصينية، ممنوع تاكلي لحتى اسمح لك انا. عم تفهموا؟ اي حاضر، مثل ما بدك. احكي وليك، والا رح تموتي من الجوع. والله طلعت على الجبل مشان بنتي بس. انا بعطيه اياها لزيدان. طيب خدي. يسلم، ويلا روح انت. ماشي. زيدان زيدان زيدان، في لك شو في؟ حدا بيفيق بهالطريقة هي؟ اجتك رسالة، فقلت لحالي رسالة بعطيك شو بقى؟ اياها. والله غريبة. خير، في شي مو منيح؟ بدهم ياني بالمركز بكرة. طيب ليش؟ مشان عملية الجامع. أكيد مشان هيك. والله ليشرشحوني. كله منك يا رشا، كله منك. لولاكي ما صار هيك. خلصني امشي، لازم نوصل قبل ما تعتم الدنيا. يلا لشوف. لك يلا. ايه ايه.
هون بتلاقي الدكتور. يلا فوت وما تخاف. ولا يهمك. شو ما رح تيجي معي؟ لا أنا ما فيني أتدخل، هيك الأوامر. أنا بعتذر، ما قصدي خوفك. أنا عم أسأل عن الدكتور طارق. ايه بس الدكتور طارق ما جاي اليوم ابدا. بس عفوا لازم شوفه ضروري. خير حضرتك مريض؟ لا أبدا، مو مريض، وأنا جاي من المدينة والدكتور رفيقي، فحبيت فاجئه وإجي. بقى ممكن تاخديني لعنده؟ طيب ماشي. عفوا يا أنسة، ممكن اترك شنطايتي هون؟ ايه طبعا، تفضل. شكرا، عم عزبك. هو جوا. عن جد شكرا كثير، فيك تروحي إذا بدك. تصبحي على خير. وانت بخير. يلا ان شاء الله مبروك يا دكتور. ان شاء الله تمام على خير. يا رب. والله مساك فرحة كبيرة. الله يهنيك يا دكتور. والله يا دكتور هي كانت امنيته يا عم حميد. مبروك والله. اي والله معك حق. لازم ما نطول بالعرس. اي والله لازم نستعجل. ان شاء الله خير. يلا يا جماعه خلونا نمشي، تاخرنا. يلا تفضلوا. ان شاء الله الف مبروك وعمال الجميع يا رب. ما كان ناقص غير يتجوزوا، لك هدول اذا صاروا مع بعض راح يطلعوا لنا كل يوم بفن شكل. اخ اخ اخ. والله انا كثير مبسوط. لو انا العريس مو هيك والله يكون كثير لابقين لبعضكم يا دكتور. اي والله ان شاء الله بتتهنوا. عن جد يا جماعه انا بتشكركم كثير. شو هالحكي يا دكتور؟ ولو يا دكتور احنا شو ما عملنا بنضل مقصرين. ولو يا دكتور. يلا لكان امشوا، كل واحد يروح على بيته. اي والله معك حق. اي والله يا جماعه. الف مبروك يا دكتور. يلا الله معك على خير. ان شاء الله تمام على خير. يسر على خير. الله يهنيك يا دكتور. على خير يا دكتور. الف مبروك. الله يهنيك. دكتور، أنا أجيت يا طارق. انت؟ إيه أنا جيت مشان دفعك ثمن الشخص اللي قتلته. والله صورك بهالأيام معبية الجرايد. الدكتور طارق المعطاء في القرى الفقيرة. بس هلا الكل راح يعرف وشك الحقيقي.
انت قتلت لي اخي، وانا هلا اجيت مشان اقتلك. عم تفهم؟ مين انت ولك؟ راسه ده يعني انت شو عم تفكر تعمل؟ وانا هنقرب، ارمي سلاحك ولك ارمي. وهنقرب والله بقوز. والله شهد؟ اوعى دير بالك منه، قوز. شو معك بقى سيطر ها؟ هاتوا لهون احسن لك. ها تعالوا ورا، تعالوا ورا. انت عاد انت المسدس هو هنقرب. امسكوا منيح، امسكوا منيح. تعالوا هون. حيفلات. يا شباب شوفوا. هاتوا من ايدك. شو عم تفكر تعمل انت؟ يا عم بقلبكم صحي، لك شو عم تعملوا؟ لو ما اجينا كان قتل الدكتور. ايه نحن شلنا بعيوننا يا مختار. طيب اهدوا، خلونا نفهم مين هو وشو كان بده. شو اخي انت حابب تموت؟ ليش سحبت المسدس على الدكتور؟ امشي معي شوف يلا امشي. خلاص اسكتوا. بسيطة دكتور، تنسكر وما تنعاد. صار لك شيء؟ احكي. دكتور شو بك؟ دكتور انت شيء؟ انا منيح. اكيد دكتور. شبو شو سواله؟ اكيد صار معه صدمه. ايه معه خالي سناء، خالي في ايه؟ خالي أمي. مي عطشانة. مي الله يوفقك بدي مي. قومي اشربي مي خالي يلا. شو عم تعملي؟ هلا انا بفرجيكي. تعالي هون وليه؟ مع مين عم تتعاوني وليه؟ احكي والله ماني عم اتعاون مع حدا وما دخلني بحدا صدقيني وما بعرف شي بنوب وانا طلعت مشان بنتي. بس بقى وحاجتك كذبي العمى بقلبك. احكي اللي بتعرفيه وشو كان قصدك لما فتي على التنظيم. احكي شو قصدك؟ شو حكيت؟ لا بس مو مطولة لتحكي، وانتي بتعرفي ما حدا بينفذ من بين ايدي. بقى اطمني. انا ما دخلني، الشغلة شغلتك. المهم عندي انه تعترف قبل ما تموت، مثل غيرها تعترف وبتموت. وطبعا قبل ما تموت بدك تسجلي وتصوري اعترافها وتوزعيه على الكل حتى تكون عبرة لكل هالخونة اللي بالتنظيم. تأمري سوزان خانم، ما رح خليكي تنامي. فتحي عيونك وليه؟ ما قدرت بابا، ما قدرت اوصل، ما قدرت اخذ بتار اخي. بسيطة، اسمعني يا ابني وطول بالك. انت اللي عم تعمله غلط، يعني بكره بتدخ بالحبوس. يا ابني اوعك تقتله وارجع فورا. لا انا ما راح ارجع قبل ما انتقم لاخي. عم تسمعني يا ابني؟ لك اسمعني يا ابني. سكر يلا تعي.
انت منيح؟ ايه انا منيح وشكرا كثير لك. شرف، جبنا لك شاي. يسلموا، شكرا كثير. صحة وهنا. تفضل ارتاح. شكرا. عود. ايه اخي، احكي لنا هالقصة، شو في بينك وبين الدكتور طارق؟ الدكتور الحقير قتل لي اخي وهو عم يعمل له عملية. واخي كان لساته شاب، والدكتور عمل له شقفة عملية صغيرة، وفجأة بيموت اخي تحت ايديه. وانا رح انتقم لاخي. والله أنا ما قتلته لمحمد، وهو ما مات بسبب غلط مني. لك شبك رح تخوفي الدواب، مين بدك؟ أنا جيت لأخذ الأنسة بأمر من عمر آغا. وعلى شو مستعجلين؟ قلت له يستنى. ما بعرف، اليوم بدي أخذها. صباح الخير عمي، كيفك؟ شو جابك هلا؟ جيت لأخذ أكل لخروفي. فوتي خدي. ابعت البنت على بيت مسلم وإلا بنتك بتموت. دكتور طارق، دكتور طارق، افتح لي الباب. دكتور طارق. إذا بتريد. عن جد شكرا لك. دير بالك. ايه يعني خلاص هلا لساتك مصر على قتله للدكتور طارق؟ ما بس لا تتعب حالك، الارهابيين حاولوا كتير وما قدروا. الدكتور مثل القطار، فيك تقول عنه بسبع ارواح، ما حدا قدر عليه لهلا. هي نبهتك. بس هالمرة ما رح ينفذ. يلا لكان، خلينا نشوف اذا حكيك مزبوط ولا لا. يلا روح. لوين ولك؟ شكله مجنون وبيقتله عن جد. ولا تقولي رايحة تخبري حميد مشان يدافع عن صورهم. طبعا لازم يحمي صورهم. إيه؟ ولك انت شو صاير لك؟ بعدين شو دخلك؟ شو بدك بوجع هالراس؟ فوتي انضبي. وليه؟ ما عاد في طلعة من البيت ابنه. شو هالحكي يا بنتي؟ قاعد جوا ما فتح لك الباب؟ ايه، ولما شافني سكر البرداية بوشي. ما بعرف بس اكيد صاير شي. وراجي كان من شوي عندي وقال لي في واحد مسلح هجم على الدكتور. صحيح امبارح بالليل اجا واحد وقال انه رفيقه. معقول يكون هو اللي هجم عليه؟ والله ما بعرف من وين اجت هالشغله. انا لازم روح فورا نشوف شبه. شوفي يا حميد، خير لوين رايح؟ ما في شيء ان شاء الله خير. رايح شوي لعند صاري. بس انت مرضان؟ لا اطمني، انا صرت منيح. وبعدين اذا صار لي شيء صار الدكتور بقى لا تاكلي هم. والله مظبوط. طارق ابني. دكتور طارق. صحيح، يلا لكن نقولوا عملية القسمة على دفاتركم، وأنا برأيي ما تنقلوها، كل واحد يحل حاله. برافو.
وانتوا كمان عم تحلوها. انا حليتها وخلصت. برافو يا شاطرين. وهلا عمي خير، مالك بالعادة تجي لهون؟ اللي صاير شي؟ لا بس هذا مسلم، مرته بدها تاخذ عندك دروس يا بنتي. هي اللي كانت بالزريبة؟ ايه هي. طيب لكن بس لخلص درسي بروح لعندها. خير عمي، انت فيك شي؟ لا ما في شي. لا امبلا، قلي شو صاير معك؟ ليكون عم يجعك شي؟ لا ابدا انا منيح. يلا يا بنتي، يلا بسرعة، يلا شبكي، شو صاير لك؟ كان عندي اسوار الذهب. ايه نسيتها جوا، رح فوت جيبها، سبقوني وبلحقكم. لا، رح نستناكي جيبيها وتعي بسرعة. يلا بسرعة. وقفوا باستعداد، يلا نشوف. يلا تارح قاعد. ليكوا اسمعوني منيح، بغيابي المسؤول عنكم رويدة، عم تفهموا؟ واللي بيخالف اوامرها يا ويله ما يلوم غير حاله. وهي عم نبهكن، رويدة تعال قلك، اذا انا ما رجعت رشا راح تكون المسؤولة عليكم، فهمتي؟ شو عم قلك؟ وليش لحتى ما ترجع؟ ما بتعرفي، بس اكيد رح يعاقبوني وابصر شو العقاب. يلا ديري بالك، فهمتوا شو ولد؟ انت تعال روح معي. يلا بسرعة، كل واحد يشوف شغله. يلا توزعوا. نايمين، الله يخليك اتركيني روح. انت شو عم تحكي وليه؟ لعمة بقلبك، نلي من وشي. لك نايمين، معقول ما تذكرتيني؟ انا من نفس ذاتي، انا بنت لنشاط اغا. لك لساته عم تحكي. قلت لك نلي من وشي، نلي. انا ما بعرف لا رشاد ولا غيره. يا الله، شبك فهميني، ليش عم تبكي؟ شوفي يا مرة، قولي لي شوفي، قلت لك رح اجيب لك اياها. مزبوط هالحكي، انت قلت انك رح تجيبها. ايه خلص لك لا تبكي. انا ما عم ببكي عليها، انا عم ببكي مشان شي تاني. استغفر الله العظيم، ليكي لا تعصبيني، انا خلق روحي براس مناخيري. لك قولي لي ليش عم تبكي، خلصيني. رح اقول لك بس ما بدي حدا يعرف. طيب ماشي، احكي بقى. زينب مريضة مع سرطان. شو؟ مع سرطان؟ ولك انت شو عم تحكي؟ هي الحقيقة يا رشاد، ما بقالها كثير، والله ما بتستاهل المسكينة، لساتها صبية. الله يعظمك هالراس. حميد حميد مو بالبيت، طلع. لوين راح؟ راح لعند سهرة الدكتور. ما بيصير هيك، لإمتى بدك تضل ساكت؟
احكي لنا يا ابني، احكي لنا شو اللي صار معك. دكتور أنا رايحة على المستوصف. الله معك يا بنتي. ايه صاري، يلا احكي لي شبك، شو اللي مضايقك؟ ما في شي عمي، قصدي بلا ما توجع راسك. يعني شغله بتخص الغريب اللي اجا واللي سحب عليك المسدس؟ مسيك صاري، ونحن معنا سلاح كمان، ومع عاش اللي بده يعلم عليك. خليه معك، انا مالي بحاجته. حميد لحق. شو في اخي؟ شو حياة زينب خطر يا اخي. شو اخي انت شو عم تحكي؟ شو زينب؟ خطر شو هذا؟ بنتك رح توقع بكمين عامله التنظيم. رشاد، وانت شو يلي عرفك؟ اخي انا اللي نصبت الكمين. كنت مضطر منشان انقذ حياة بنتي عائشة. وين ناصبين الكمين لزينب؟ على اساس تروح على بيت مسلم، وهنيك بيلاقوها وبيخطفوها. وهلا بنتي وينها؟ ما بعرف، بجوز تكون راحت لانه بتكون خلصت الدرس. يلا يلا فيقي وليه، يلا تحركي. يلا الأكل جاهز. نيرمين، حسان، يا عمري. حسن، حبيبي يا عمري انت. شو ماما؟ عم تبوسينا وكأنه هي أول مرة بتشوفينا. اي والله، كأنه صار لك زمان ما شفتينا. ايه يلا عود ابني، هاد من فرحتي فيكم. يلا بنشوف. مين سليمان؟ لك وليه ما عم تسمعي فيقي؟ لك فيقي، العمى شو دبت نوم؟ فقتي يا خانم وفتحتي عيوني؟ ليكي ولك اسمعي، افلامك هيموا علي، عادي لشوف. ساعدوني ساعدوني. لا تعيطي على الفاضي. لك ساعدوني. ما حدا رح يساعدك ابدا، واصلا ما حدا بيسترجي انه يتدخل، لانهم بيعرفوا شو ممكن ساوي معهم. اسمعي ولك ختيارة، هالحركات مرقة علي كتير، مشان هيك لا تعذبيني واحكي الصراحة. مع مين عم تتهاوني؟ ومين في غيرك كمان؟ احكي. ها؟ علي صوتك، علي صوتك، ما عم اسمع. طلعت مشان بنتي. بنت شو لك حاجتك ازبحاج؟ احكي لا يعطيني قلبي. على مهلك رح تموت بين ايديك، وانت اذا ماتت شبك ما رح تستفيدي ما حدا يتدخل بشغلي. ليكي وليه يا بتحكي يا بتموتي. الباب مقفول، خلينا نروح فورا. يلا
وين البيت؟ كأني ضيعت. خلصيني ولك احكي بقى. بنات اجت الشرطية. اسمعي وليك، هلا استرجي فتحي تمك بحرف واحد، فهمتي؟ عادي انتي. هاتي. طلعي منيح، هدول كانوا مثلك وعددهم 39 شخص، وإذا صاروا 40 ما عنا مشكلة. بقى اعترفي أحسن لك. أنا ماني عميلة. هيك لك. يا ربي وين كان بيته؟ عمي شبك فيك شي؟ لا لا أنا منيح. عمي قل لي شبك. ما فيني شي، بس بدي أروح وأنقذ زينب. على الأغلب هذا هو البيت. اهلا وسهلا يا انسه، تفضلي. هيك عمل لك احكي. لا يا ربي مستحيل. جوزي لساته عايش؟ شو عم تقولي؟ تركيها لشوف. احملوها وقعدوها. جيبوا لي الكاميرا. بتعرفي انه بنتك بالتنظيم. واذا ما بدك تحكي الحقيقة فمن هلأ بدك تعتبري بنتك ماتت. عم تسمعي وليه؟ عم تسمعي؟ رح احكي كل شيء. سجلي. بدأ التصوير. يلا عم سجل. أنا عم أتعاون مع الدولة، وما عندي غير هالحكي هذا الحكي. خدوها على غرفة الموت. يلا قومي. لك اتركوني يلا امشي. مرحبا، قال لي عمي بدك تاخذي دروس. ايه لا كان بدي اخذ دروس ولا حرف. شو عم تعملي؟ بعدي عني ولا حرف. اتركيني. يلا امشي احسن ما اقتلك. بعدي عني. طارق. تركيا، عامل لك تركيا. طارق بعدي عني. لا تقربها احسن ما اقتلك. عامل لك بعدي عنا. تركيا تركيا. قلت لك انت لا تتدخل احسن ما تندم بعدين. روح حركة واحدة بقيتلكم انتوا اثنين. روحي من هون، روحي. طارق فكر حالك خلصت مني؟
إذا بترك اهدى. عم قل لك اهدى.